السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله الفيديو ده فيديو قوي جدا جدا جدا، هتشوفيه وهتقومي تتشجعي أكيد وهتقومي تخلصي كل اللي وراكي. هو النهاردة فيديو النهاردة روتين، مش سريع، لا هو كان روتين طويل شويتين 3 في المطبخ وفي الانتريه وترويق وتظبيط وتلميع وبصي رغاوي وكل ما يخطر على بالك هتلاقيه في الفيديو ده. وكمان هنضف مطبخ الألمونتال بخلطة سهلة جدا جدا، ومهما كانت الدهون هت هتشيل الدهون اللي عندك. الخلطة اللي انت هتعمليها دي بدأت بالانتريه كده، روقته وظبطته مكان العشاء ده اللي هو الساعة 4 الفجر. هو ده العشاء، هو ده العشاء عندنا. بعد هلكة طول اليوم مع العيال والمحل ومش عارفة ايه، فما اوقات كتير ما بقدرش ان انا اروق الانتريه. شلت كل الهدوم اللي كانت موجودة عليه وكنسته وظبطته، مسحت الترابيزة وظبطت الدنيا كده كده. خلاص الانتريه بقى فله، وكمان السفرة برضو ظبطتها ودخلت على المطبخ. هو كان بايت كده بالشكل ده كده. كنت اليوم ده هعمل عدس، بس كنت اليوم ده هعمل عدس، بس اللي هو لقيت الشغل كتير عليا قوي، فما رضيتش ان اعمل اي حاجه، فجبنا اكل جاهز من بره. هنضف بقى الالموتال ده. ده شكله طبعا هو بقاله كتير ما تروقش. كنت قلت في فيديوهات قبل كده ان انا شقتي اتركنت كتير قوي، ما نضفتهاش وكده. كنت بشتغل فيها وسبتها وسبتها مكركبة، يعني قعدت فيها شوية وجه حصل حمل وسبتها مكركبة ومشيت وجيت وهي مكركبة. المهم بنضف فيها واحدة واحدة. هنا الخلطة اللي انا عملتها دي مية وخل وبريل بس، ما حطيتش في المية دي اي حاجة. هي مية وبريل من بتاع المواعين ماشي يا حبيبي. وبريل من اللي هو بتاع المواعين، واي نوع انت بتستعمليه، وخل وسلكة خشنة كده وليفة. بس ده بقى اللي نضف معايا الالوميتال، اللي هو ما عليهوش دهون قوي، اللي هو زي كده. انما البهدله المتبهدل جامد اللي هتشوفيه دلوقتي معايا في الفيديو ده، السترس هو اللي قضى عليه. انما الدهون العادية وكده لا، مية وخل. والتاني والمية والخل برضو كان ممكن ان هو ينضف لي التاني، بس عايزة دعك شوية، وانا طبعا ايدي بعافية شوية فمش هقدر ان انا ادعكها. هي الحاجات دي اللي هي معلهاش دهون مركونة، اللي هو اتسخات عادية كده، الخل طلعها. انما الدهون القوية قوي والحاجات ديت لا، السترس هو اللي جاب اجلها زي ما بيقولوا. وبس ما تصدقيش حد هيقولك لا، ما يخل ومية وبرسيل وبريل بس اللي نضفه، لا. كان عايز بقى انا ما كنت بغسل. ماشي يا حبيبي. كنت بغسل الحتة كده، وبعدين بقوم عاملاها، بقوم مسحاها منشفاها، يعني عشان ان هو ما يجيرش عليها او ينشف عليه البريل وكده، لا بحب امسحه على طول. كان باقي معايا بس اللي هي المقابض دي، عايزة ان هي تتلمع كويس. كنت هجرب عليها ان انا لمعها بملمع ازاز او بكلور او كده، بس ما بصراحة ما عملتهاش. انا عملت الالمونتال بس، اللي هو العظم بتاع المطبخ كده من بره، علشان بنتي كانت بتعيط فما لحقتش اعمل منها اي حاجة.
هو اللي انا عملته في الفيديو ده هو ده اللي انا عملته معاكم، يعني ده اللي انا عملته. باقي بقى الترويقات اللي انا هطلع المواعين كلها واعملها. آه لسه هطلع بقى المواعين من اللي جوه وهظبطها، بس انا قلت انا نفسيتي ما بتبقاش مرتاحه وانا طالعه وعارفه ان هو المطبخ متروق، بس لا هو يعني ما فيهوش مواعين، رخامات ممسوحه، الارض مكنوسه وممسوحه ومفروشه. بس لا هو مش نظيف، ببقى نفسيا كده مش مرتاحه. فلما عملت ان انا نظفت الالموتال ده يعني شويه، لسه بقى عايزه اروق من جوه. السقف كنت مسحاه من فتره، كنت جبت حد عملتهولي يعني. آم، البوتاجاز هو اللي لسه عايز يتعمل، عملته قبل كده بس اتبهدل تاني وعايز يتعمل. لسه في كذا حاجة، فكل فترة كده كل ما بقدر ان انا اعمل حاجة او بيبقى في وقت او كده بعمل. مش لازم ان انا ابهدل كل مرة واحدة واكركب كل مرة واحدة وانضف كل مرة واحدة. انا كنت بعمل كده الاول، ولكن دلوقتي ما عادش عندي الوقت ولا الاوبشن ان انا اعمل زي ما كنت بعمل الاول. فبقيت واحدة واحدة على قد حبيبي ده هتقع، اللي بقدر اعمله بعمله. ده الالموتال ده اللي هو تحت الحوض، اللي بيبقى جنب البوتاجاز على طول، كمية دهون غريبة وعجيبة. حقيقة انا مش عارفة انا كنت ببقى متحملة ازاي منظره. يعني انا بقول لنفسي بعد ما نضفته انا كنت قاعدة متحملة كده ازاي. ف بس عشان ولادي وكده فما يعني مش هاجي عليهم عشان يعني ان انا انضف او كده. وقت لما بيبقى عندي وقت عادي بقى. هي دي احتاجت مني دعك شوية رغم ان انا حطيت السترس، بس احتاجت دعك شوية. انت شايفة هي كانت عاملة ازاي؟ النتيجة في الاخر هتبقى مرضية جدا جدا الحمد لله. هي بس المقابض هي اللي عايزة تتظبط، ان شاء الله هعملها. انا قلت هي كده يعني خلاص هي كده اتظبطت وبقت حلوة جدا. المطبخ نضف قوي، بس هظبطه بقى ان شاء الله في تنظيفات رمضان كده مع البوتاجازات والتنظيفات العميقة. هرجع اعيد عليه تاني، وان شاء الله مش هسيبه ان هو يتبهدل البهدلة دي او يوصل للمرحلة دي تاني. هو بس اللي كان مخليني اسيبه كده آه، الحمل، مع ان هو كان حمل عزيز وكده فما كنتش بشتغل، ما كنتش بعمل اي حاجة. سبته ورحت وسبت شقته ورحت عند مامتي وجيت. فما كنتش قاعدة في الشقة ان انا حتى اروق حتة بحتة، لا. وانشغلت وربنا كرمني ببنتي وكده. المهم يعني حوارات كتيرة. هو الحال وصل لكده. المهم ان هو الحال وصل لكده. الحتت اللي هي الدهون اللي عليها دهون جامدة يعني برش عليها سترس. وبرضه احتاجت معايا دعك شوية. حقيقي اتهد حيلي في اليوم ده، بس الحمد لله بقيت يعني لقيت في الاخر نتيجة كويسة. اتشجعي وقومي اعملي اللي وراكي، ما تسيبيش حاجة وراكي. عندك وقت، عندك وقت وقدرة ان انت تعملي الحاجة، قومي اعمليها ما تركنهاش. ما عندكيش خلاص، احنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، مش هنيجي على نفسنا اكتر من كده. احنا شغالين بدوام 24 ساعة. بقت بتلمع، والله حرفيا بقت بتلمع، ما عادش فيها دهون ولا فيها اي حاجة. هي المقابض بس اللي عايزة تتظبط. هجرب ان انا ارش عليها ملمع او اعملها بكلور، مش عارفة هي ايه اللي هيعملها لسه. آه المهم ان هو خلاص كده. نتيجته الحمد لله كويسة اوي ورضيان. حاسة ان هو بقى بينور كده، والله حاسة ان هو بيتنفس. خلصت كده المطبخ.
جيت على الارضيه بقى شويه الميه اللي كانوا باقيين من الغسيل وكده، رميتهم على الارضيه وهمسح بيهم. هي الارضيه يعني كانت نوعا ما نظيفه، ما كانتش وحشه، ما كانتش متبهدله قوي ولا متسخه جامد. انا بحب المقشه دي قوي، بتنضف وبتنجز، بدل ما لسه هفضل ادعك بالشرشوبه ومش عارفه ايه. لا انجزتني كده. هجيب بقى الشرشوبه وهنشف بيها كل الميه ديت، وبعدين هفرش وهفضي السوق، وهنزل نتغدى، وبعدين هطلع اكمل بقى الترويق وكده. هفرش بقى السجادة وان شاء الله هغيرها على رمضان، في التجديدات بتاعة رمضان والتنظيفات وكده ان شاء الله. هحول المطبخ ده 180 درجة بأمر الله كده. ناس كتير قوي عارفة ان انا بنضف كل المطبخ الاول، وكل اللي ورايا حاجة فيه بعمله، وبعد كده بغسل المواعين. خلاص كنت خلصت وظبطت وفضيت السوق، وخلاص كده بقى هبدأ ان انا اغسل في المواعين. بس هنزل الاول اتغدى وبعدين نرجع هوريكم الغدا كان ايه. وهو ده كان السوق. كان تقريبا هو ده كان كل اللي ناقصني كان عندي بطاطس وحاجات باقية فكملت عليهم. وده كان الغدا، كنا جايبين بيتزا وفطير، فنزلنا اكلنا في المحل، وبعدين طلعت كملت بقى. غسلت فرشة الحمام عشان كان عندي غسيل، وكان الحمام مقلوب كده، وكمان الصرف عندي كان مكتوم، فكانت الفرشة اتبهدلت، فغسلتها بالمرة من البهدله اللي كانت فيها يعني وكده. وروقت بقى المطبخ، وكمان الفوط اللي انا كنت بمسح بيها وكده نقعتها في ميه سخنه بتغلي، وكلور وبريل وبرسيل، وحطيتهم في الجردل الصغير كده في الحوض. هو ده شكل المطبخ. وكمان كنت ولعت على الاكل تاني لولادي ان هما ياكلوه، عشان اللي لسه بياكل مسلوق واللي لسه صغنن وكده.